بداية المقابلة اللي كتجمع ما بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الياباني الأقل من 17 عام. سند الهجومية. نعم 10 دقائق على بداية المباراة، 0 مقابل 0. كرة يابانية موتسونا لماريا موتسونا، عنده الكرة الآن يلعب لفوجي. الكرة لصالح المنتخب الياباني. زالت تمريرات خطيرة بين لاعبين المنتخب الياباني. ولقاء قوي. حذاري حذاري، هبط كورسك مزيان ممتاز. حذاري من الأخطاء، هاكا كان شوية عليك. تبارك الله، لاعبين في المستوى، لاعبين المنتخب الوطني المغربي. المنتخب الياباني السابق الأول واجه المغرب في مباراة ودية، الانتصار لليابان 2-0 لما كان المنتخب المغربي يعسكر في إسبانيا. طبعا إمكانيات كبيرة سخرت لهذا المنتخب، شغل كل الفئات السنية، إمكانيات بنجم تحضير بشكل ممتاز. لاعب كرة لفائدة المنتخب الوطني. المغربي تمريرة، كاين حتى واحد. لا زالت الكرة عند المنتخب الوطني المغربي. صفر. لا زالت الكرة عند المنتخب الوطني المغربي. على الطرف الايمن اللمسه والخطوط، هذه الكيفيه عن طريق الاحسان يمشي للخلفيوي، البنيه ممتازه. ضربة خطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي. يلا شي تمريرة تكون في المستوى العالي تعطينا الهدف ان شاء الله. يلا هو كرة لفائدة المنتخب الياباني. تمريرة قصيرة في الخلف بين اللاعبين المنتخب الوطني. لا أودودو أودالك دودو أودالك دودو أودالك كرة لفائدة المنتخب الوطني. منتخب كرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. ضربة خطأ.
هذه الإعادة مرة أخرى، إعادة للتدخل الماضي في حق اللاعب يوسف بن حسين. بينما الصراع على تأكيد مهم جدا يابان. المباراة الأولى صحيح، منتخب اليابان منتخب قوي جدا، منتخب عنده سرعات هجومية لكن لم تظهر بعد الآن. هذه انطلاقة من الجهة اليمنى، استلام من داودي، يطلب بن حسين، صدفة تمريرة بعيدة عن جميع اللاعبين، شرط لفائدة المنتخب إلى الرمية الجانبية. هذا هو الياباني. بن حسين الظهير دائما لاحظ المساندة القوية للظهيرين زكري وبن حسين. بينما هنا الكرة الماضية فرصة كيف انتظارها، عمل كنترول على الكرة ثم السدد. هذا كان سيكون هدف عالمي بحقها. التحولات السريعة الله يلا صاحبي يلا. فإنها تمشي ناحية هيروشيما. جبني في المنتخب المغربي على خطى المنتخب الأول، منتخب الشباب لما يخسر المنتخب الياباني، كرة المنتخب الياباني. حذاري من الأخطاء، حذاري. يلعب التماس بونسونا في وسط الميدان. هيروشيما، هذا هو هيروشيما لاعب الوسط. بداية تحركات اللاعبين اليابانيين الآن، لكن لاحظ معي طريقة الوقوف عناصر المنتخب المغربي، نفس السيستم اللي كان معتمد تقريبا من طرف المدرب محمد وهبي في مونديال الشباب. هذا انطلاق على الطرف الايسر، اكيد حكايه وقصه ملهمه لهؤلاء الناشئين. من حصل في دوله تشيلي، راجعت الكره لجميل يابانيه عن طريق من يوشيدا داخل منطقه الجزاء. خير مفيش. حذاري كان فرصة لفائدة المنتخب الوطني الياباني، المنتخب الياباني. في عملية الدخول الخلفي يضايق هو التسديد، لكن بعيد على مرمى بلاروش. هذه من الكرات اللي يحاول يكررها أكثر المنتخب الياباني، لذلك نرد هذا من التوقعات في العمق يبحثون عن الحلول. هذه كرة من طرف عبد الله وزان،
مازال يمشي للامام. خدها. عندك الدوري، عندك يلا فرصة. صالح منتخب اليابان. حاجة تتفاعل الجماهير في ليش المدرجات، بتشيل؟ تتفاعل مع ما يحدث على ارضيه الميدان. كرة هات تلفت داخل منطقة الجزاء صعبة، وتغطية مثالية رائعة، تغطية من الطراز الرفيع من إلياس سيداوي. إلياس سيداوي الذي تمكن من إبعاد هذه الكرة، وهذه المحاولة خطيرة. ممتاز إلياس سيداوي ولاعب أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. ذكر بأندية عديدة تلعب لاعبي المنتخب المغربي، هناك في ألمانيا، هناك في هولندا، هناك مارسيل الفرنسي، في إسبانيا ريال بيتيس، في المغرب أكاديمية شيمبو، بالإضافة إلى ذلك هناك فتح الرياضي عن طريق كان في وضعية ممتازة للتسديد، ولكن على الصباقية الحذاوي يغطي في الوقت والمكان المناسبين في كرة وفي انسداد يوشيدا وفي انفراد كان قادر مع فتحروش. إذا أول ركنية أوزة 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 موزة. ده مومو. ده مومو تافه. لا ألعب أبو مومو. اختراق المرور أمام لاعبين الاثنين. ترجع الكرة الآن، يخترق وينطلق، يلعب كورته في الخط الأمامي أمام الكتل العددية على لاعبي المنتخب الياباني اللي يرجعوا بسرعة لتأمين خط دفاعي. تمريرة داخل منطقة الجزاء. عديد محاولة وإبعاد الخطر. كرة سوف تمس. تتكاثر الجماهير، ولا تترك بابا منتخبات أخرى هنا في أكاديمية أسباير وتلتحق بهذا الملعب. الكرة ملعب رقم 5 لفائدة المنتخب الوطني المغربي. رؤية هذه المباراة ورؤية المنتخب الوطني المغربي. هاي كرة إلى خارج الخط الجانبي. هذا المرة يراها الحكم المساعد أمام لصالح المنتخب الياباني. استنوا لما هو قادم من المدرجات. تتفاعل الجماهير مع المباراة، وهذا الدعم الجماهيري مطلوب. لمنتخب اليابان من الصديون يأتي من جانب موتوسودا يابانية. كرة لفائدة المنتخب الياباني. الهدوء في خارج هذه الكرة ممتاز. كرة مغربية. يلا سير هكذا نريدها. ميكاليون محاولة صعبة. يلا. حارس مرمى جوجي. لا قصدوها. كرة المنتخب الياباني طامعة تصبح مغربية الآن. سلال ممتاز. مهارة تقييد موجودة، ولكن هذا اسماعيل العودة لاعب ضيع الكرة. كرة لفائدة المنتخب الياباني. الفرنسية وبالضبط رقة فريق فروسيا. مومو. رائع جدا. سمعوها تابعوها. ميكاليون لقاء الممتع لأقل من 17 سنة. فيتيان قادرين على تحقيق نتائج رائعة. شعيب كروش الأمان والاطمئنان على مرمى المنتخب الوطني المغربي. في الصورة يظهر سيكوش. مومو. خلاص.
جانب منتخب اليابان. ليست بالاعداد الكثيره جدا ولكن صوتها نعم لكن هنا يصل الى كل الاماكن. الكره من جديد لصالح المنتخب الوطني المغربي. محاوله من كيفيه تحضير يلا. تعود مره اخرى من المنتخب الوطني المغربي. هذه تعاون مع الكرات في الخط الامامي خلفيوي خلفيوي أنت كده هذه كده أحمد تبين أحمد دودو دودو خرجت كرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. كرة تلف داخل منطقة الجزاء صعبة الحكم يقول هناك مخالفة. سنتابع هل هو هدف؟ يتم احتساب هدف على ما يبدو وأننا تابعنا التدخل الماضي. مخالفة. سنتابع الإعادة بهذه الكيفية. تدخل شعيب بلاروش كان يبحث أن يكون سباقا للكرة ثم أتت هذه العملية بهذه الكيفية. القرار ماذا ننتظر؟ أمين أتبك أمين بعد الحكم يطلب التريث وانتظار الصافرة. صعب على مشاركة المنتخب الوطني المغربي صراحة. كرة ركنية تقريبا داخل منطقة الجزاء. إلى شاشة الفار لمتابعة القرار واللقطة الماضية في محاولة لعبة داخل منطقة الجزاء. الحكم يطلب من اللاعبين العودة لرقعة الميدان. ماذا هناك؟ المنتخبين معا. القرار يظهر على أنه ليس هدف. لم يتم احتساب ليس هدفا. العام. إذا تبقى النتيجة 0-0 بين ضربة خطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي. والكرة لصالح المنتخب الوطني المغربي. نعود ل0-0. ماذا هناك؟ شوف جديد. جارية مقيمة في قطر لمؤازرة ومواكبة هذا الجيل. يعيدون تشابهون. إنجاز آخر يضاف تلقوا تعليمات ديال المدربين. العالم للكبار هنا في دولة قطر. طبعا هذا الملعب يعني تقريبا تفصل أمتار عن استاد خليفة. تذكروا من استاد خليفة الدولي ولعبت آخر مباراة لمنتخب الكبار في كأس العالم أمام كرواتيا. حينها طبعا أكمل المنتخب المغربي مشوار وما أجمل مشوار رابع العالم في مونديال تاريخي
الصمت. إلى الإخوان وأشاهد المقابلة طبعا ومنتخب زامبيا لمجموعة المنتخب المغربي في كأس أفريقيا في تحدي كبير وفي بطولة لقبها يغيب عن خزانة المنتخب المغربي منذ 76 لقب وحيد ويتيم في انتظار أن يتعزز بلقب آخر يا وليد يا الركراكي. الكرة مرة أخرى مغربية بنقلة وبلمسة وبتمريرة هنا في محاولة الخروج لكن ضاغطين اليابانيين يا سلام باها يمر في الصف الإيطاليان حكم يقول العب واصل يسقط يتم إيقاف اللاعب فسيواصل أم سيطلب دخول الطاقم لا فسيواصل بخير حاول في الكرة الماضية وسط لاعبين لكن كان في خطأ عموما ترجع كرة يابانية عن طريق لاعب فوجيتا التمرير هنا على مجال منطقة الجزاء المساحة لكن لا يترك من المجال لاعب الحذاء ويقطع الكرة السلام من عبد الله وزان الامر لكن بشكل ممتاز خرج بالكره بمسانده من الخلفيوي انطلاقه من هناك الداودي استلمها الداودي ينتظر من الحساب والكره اوت الى رميه جانبيه لفائده المنتخب المغربي. يلعب التماس عن طريق بن حسن غير الايمن يسعى بابا دقائق عن منطقه جزاء المنتخب الياباني. اليابانيين مع مرور الوقت بدأوا يأخذون المبادرة الاستحواذ عندهم والضغط لا. في بعض الأوقات لأن يسارهم دائما على الدخول مميز هو يوشيدا درجة أقل لاعب واضح رقم 19 كرة في وسط الميدان وزان يمشي للسعيدي السعيدي مع الخلفي ومحاولة المرور idea. يلعب الطويلة داخل منطقة الجزاء ستكون قصيرة بطلب أحد الزملاء بمقربة منه زكري الآن كان سيلعبها عن طريق المنطقة داخل المنطقة زكري يرفع كرة في اتجاه الخلفيوي هنا الصراع في الكرات الهوائية حائرة بين اليابانيين ضربة شاك لفائدة المنتخب الوطني المغربي مدرب وطني يلا وين يلا يسعى للتنفيذ السعيدي في الاستلام لمن السعيدي ينقل الكرة على يلا خرج عنده شي واحد خرج عنده بلا أحسن الطهير يرجع للعمق في ظل الصعود لآية الشيخ والحداوي كرة على الطرف الأيسر ياباني للاعب وادا يوشيدا والتسديدة لكن بعيدة عن المرمى شعيب العروش حكم عالمي الأشهر الأوروبية ننتبه يا شباب للركنيات وتذكروا ما حصل مع المدافع موتسونا لما سجل الهدف رفض من طرف الحكم الإيطالي ومن ننتظر تنفيذ مراقبة لاعب للاعب 1-1 هنا الرقابة لازم تكون لصيقة في الكرات العالية لازم يكون الارتقاء بشكل جيد ورد بالك يا بن في خروجك التقدير لازم يكون ممتاز يا بن إذا تلعب الركنية والمنفذ هنا سيغوتشي والخلفيوي إلى ركنية من جديد ضربة مرمى نعم ضربة مرمى وهذا من سدد الكرة وهذا على الصورة الكرة الماضية تلعب ضربة المرمى حداوي
نهاية الشيخ لما نهاية الشيخ يرسلها طويلة توراليبا الأمامية في إطار المدافعين وهو فرصة الدخول يعطيها في الجنب صاحبي ديالي كنعم. التمرير كان أحسن يا إسماعيل يلعب كان عندك المؤازرة في الجهة اليمنى عموما تفضل يا أبو دفاع يصلح لليابان أنت يقول ماما متكافئة بين الطرفين الآن هذه هجمة هجمة وفرصة اليابان الآن بدأت تستحوذ في الوسط السلام من هيراشيما هذا كاواموتو رقم 14 كاواموتو في وسط الميدان رجعت لفوجي ديدي بوتسونا فوجي مرة أخرى بناء دائما يكون من الخلف عناصر المنتخب الياباني فوجيتا يستلم فوجيتا على الطرف الأيسر اللمسة من شوران في مساحة ملعوبة وحذاري من العرضيات الآن هذه عرضية سعيدي بالراس فعل العود يرجع لاستلام الكرة ثم في صافي الخطأ خطأ لفائدة باها هذا هو زياد واحد من الهدافين كان الناشئين ألبوك 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 تعليمات باها العودة زياد أيضا يدافع هذه الكرة عادت إلى فوجيتا بوتسونا شوف هذا اللاعب بوتسونا تقول عنده يعني 20 21 22 سنة دافع قوي جدا وأيضا في الجبهة الأمامية وفي الكرات الثابتة لازم نحذر من هذا اللاعب بوتسونا كرة في وسط الميدان يوتشيدا يلعب قصيرة كرة للأمام ومونسيل سكري يغير المسار والمسار والطريق إلى ركنية المنتخب اليابانية توجيهات تعليمات ربما نقلت بين اليابانيين في أي لحظة الوصول إلى بالعروش لذلك لا حذرنا ثانيا كرة طويلة بهذا الشكل السكري كتعني بعض الشيء سكري لكن حاول يعمل كنترول على الكرة في البداية ممتاز بالعروش ممتاز. مرة تحضير ممتاز هنا لشعيب بالعروش بذكرياته الركلات الترجيح ومباريات نعم عشنا فيها لحظات جميلة مع كيف العروش في الركلات وفي تتويج غالي جدا والأول في تاريخ منتخب الناشئين الكرة هنا لا زالت مغربية في نهاية المطاف عن تماس بن حسن سيتقدم للتنفيذ إذا بن حسن يلعب الرمية الجانبية عبد الله وزان حتى الآن لم نرى إمكانيات معقولة على وزان في الصناعة الآن مرة وزان العرضية بعد ذلك انت الاول اصاحبي خرج لعندها تنتظر إسماعيل تما ديال عندك بسرعة وزان عطيه الكرة يلا سير بها سير بها سير بها سير بها. عالية جدا هذه عرضية بها في الانتظار تيكو ركزوا شوية هذه فرصة الواحد صفر فرصة قوية لفائدة المنتخب الوطني. حقها ممتازة لإسماعيل الهجوم الإعادة هذه التمريرة العرضية والزياد نحاول زياد أوف 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 أوف. ويسدد ركز شوية ركز. إعادة للفرصة اللي جات المنتخب الوطني المغربي. لازم تستغل إسماعيل 5 دقائق على نهاية شوط المباراة الأول 0-0 في أول مباراة أول اختبار في مجموعة دودو بانطلاق مع كاليدونيا الجديدة مبدئيا كاليدونيا الجديدة الحلقة بلد المنافسة المغربية انطلاقا من الجهة اليسرى هذه كرة شوران من وسط العرضية كثافة عددية زيادة عددية لكن ترجع يابانية سعيدي ركزوا شوية ركزوا. انطلاقة لمسة بالكعب يا سلام هنا لكن فيها رقابة وفيها متابعة من كاواموتو يقطع الطريق
رمية جانبية. يلعب التماس. الكرة في منتصف ضربة تماس لفائدة المنتخب الوطني المغربي. جميع الحكم عن خطأ. يلا فرصة فرصة، أعطيه كرة أعطيه كرة. هذا من الأخطاء. أخطأ تيكوا تيكوا أخطأ تيكوا بابا تيكوا تيكوا أو تلك دودود تلك سي لوحو 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 لوح يلعب الضربة الحرة. كبك التين يلعب موتسونا. الحارس بالعروش لقى الكرة ضربة رئيسية. الانطلاقة من الجهة اليسرى لعناصر المنتخب هنا الياباني. تلعب الكرة بسرعة لفائدة اليابانيين. هنا من الجهة اليسرى لمسة وتحضير هنا على مجال منطقة الجزاء. هذه عرضية ردوا البال باللحظات الأخيرة. ردوا البال باللحظات الأخيرة. لم يتبقى سوى تقريبا دقيقة على نهاية الوقت الأصلي. كرة وتيرا ضربة مرمى. توفيق شوف عندك الناس عندك يطلعوا الصح صافي. ها واش كتسمع ولا لا؟ اسماعيل توفيق يلا عندك يطلعوا ندخل الوقت المحتسب بدل الضايع مشاهدينا الكرام. زلنا مع 0-0. فرص توضح بكل تأكيد كانت هي المنتخب المغربي في كرات تألق فيها حارس المرمى مورا ماتسو. الكرة على الطرف الأيسر لفائدة المنتخب الياباني. موتسونا دائما الميلاد خلف بالنسبة للمنتخب الياباني. فوجي موتسونا يلا خرج عنده خرج عنده خرج عنده كورتكم. بمؤازرة من كاواموتو. في الأمام يترقبون يوشيدا رأس الحربة. تغطية ممتازة من عيد الشيخ. هذا من الأخطاء صاحبي. ركزوا شوية ركزوا شوية. حذاري من الأخطاء حذاري من الأخطاء حذاري من الأخطاء حذاري من الأخطاء حذاري.
فرصة قوية تحت المنتخب الياباني. ركزها بالعروس. ماما ماما نهاية الشوط الأول بالتعادل.